السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس التيشيرت، مشوار برضو. ازاي انساه؟ بص، في حاجات كده أنا بالنسبة لي هي معينة لكل شيء. انك يعني ودايما هتلاقيني بذكرها، يعني انك تعرف سبب وجودك في الحياة. انك تعرف سبب وجودك في الحياة. الله عز وجل خلقك لعبادته، فانت حب الله عز وجل هو اكتر حاجة المفروض تبقى جواك. ومفيش اي حاجه تخالط الحب ده حرفيا، يعني مفيش حاجه ينفع تخالط الحب ده بحيث اللي هي تنسيك الصلاه، تشغلك في بالك. لو جيت عشان تقدم شيء لله عز وجل تاخرك عنه. فانت لازم تحط ده في دماغك، اللي انت الله عز وجل الذي خلقك، وانت المعاصي بتاعتك طالعه لي يوميا. تمام؟ ذنوب الي صاعده، شروركم الي صاعده، وخيركم الي منه نازل. تمام؟ فانت لما تعرف الله عز وجل اداك ده، واداك كل حاجه، اداك ايديك ورجليك وعينيك وودانك ومناخيرك وعينيك وشعرك والحاجات دي كلها، وخلاك تقدر تتكلم وتقدر تتحرك، ومع ذلك حبه لا يتخلل قلبك. مثل واحدة مثلا انت حبيتها وما مشيتش في الامور الشرعية، فحصل امور وحصل تعلق. فانت لما تقعد تفكر كده، لما تقعد تفكر في كده، تقول سبحان الله، هو مين اللي حبه لو قل يضرني، وحبه في العكس لما زاد ضرني. الله عز وجل لو قل حبه في قلبك، وده طبعا برضو ما ينفعش. تخيل الله عز وجل مثلا راح ابتلاك بشيء، ابتلاك مثلا يعني كان في اخ ربنا يبارك فيه، كان اجاب في الفيديو اللي فات بكومنت بيقول ان انا كنت بحب واحده وهي بتحبني، ويعني كلامنا في المحدود، بس هي بتسال عليا وبتاع مش عارف ايه، ودخلت الجيش ومش عارف ايه، وكل ده هي مستنياني. ويوم ما جيت هتقدم وهي بترفض كل العرسان، قالت له انا في حاجه جوايا اتغيرت، مش قادره ارجع زي زمان. هي بنتي، في ايه اللي حصل؟ انا خلاص هتقدم. فانت كل حاجه موجوده، العروسه موجوده، وانا بقيت مستعد، واستنتني الفتره دي كلها، وانا بحبها جدا وهي بتحبني جدا، وفجاه تقول له لا. ليه؟ لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهم حيث يشاء. معادلاتك انت تنفع لو انت اللي مالك الكون، لو انت اللي خلقتنا، فمعادلاتك تنفع. لو انا قلبي بيدك، فانت لا قلب عيالك بيدك، ولا قلب مراتك، ولا قلب اللي بتحبها، ولا قلبك انت بيدك. انت متخيل؟ عشان كده الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح العمل كله، الجسد كله، واذا فسد الجسد كله. ليه بلاد زي النرويج فيها من اعلى معدلات الانتحار، مع انهم من اكثر الناس سعاده وطبيعه وستات وبيوت وتعليم وفلوس وكل حاجه؟ ليه؟ لان القلوب لم تنصلح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا عز وجل جعل في جسدك، في خلقك ده شيء يدلك عليه. فانت ما ينفعش باي حال من الاحوال يخالط حب الله عز وجل اي حب تاني. تمام؟ شوف ربنا عز وجل يقول يحبونه ويحبونه. تمام؟ فانت لازم تبقى حب ربنا عز وجل ده متوغل في قلبك، اللي هو ربنا عز وجل من غيره انت في يعني فقر الفقر. والبنت اللي هي انت بتحبها، كلما زاد حبها في قلبك كلما اتنيلت على عينيك حرفيا. فانت لما تعرف اصلا الحته دي، ولما تعرف اللي انت اللي فيه دلوقتي ربنا عز وجل بيضع في قلبك شيء، بس عشان ايه؟ الهوك، عشان تتجوزه. لما تتزوج مفهوم الحب ده مش هو الشوق العشق اللي انت حاسس بيه دلوقتي خالص. الحب بعد كده ده بيبقى انت شعور جواك ربنا عز وجل قال جعل بينهم مودة ورحمة. يبقى في حتة المودة، شايف اللي انت زوجتك دي انت حد، هي يعني كل حاجة في حياتك، هي اللي بتاخد بالها منك. بيبقى في نضج في الموضوع، في الشعور ده، اللي بيخلي الشعور ده امتع مليون مرة من الشعور اللي انت بتحسه قبل الزواج، اللي هو شعور اللي هو ايه؟ انا عايزة تبقى معايا، انا عايز اللعبة، انا عايز البتاع.
مجرد ما بقت معاك، ازاي بقى الشعور ده بينضج فبيتحول للموده والرحمه دي فيجعل الاستمراريه في حياتكم؟ دي قصه ثانيه خالص. فاولا لازم تعرف ان مفيش حب في قلبك ينفع يبقى يخالط حب الله عز وجل. كل حاجه ربنا عز وجل خلقها لسبب، فجعل فيك شهوه وجعل مخرجها الزواج، وجعل لها مخرج شرعي، اللي انت تروح تشوف واحده في بيتها صاحبة دين، تنكح المرأة لأربع: جمالها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين. ليه تظفر بذات الدين؟ لأن أنت لما تتزوج لو ما فيش دين هتلبس في الحيط يا أمور، والله هتلبس في الحيط. لأن طالما قلبها مش بيدك وقلبك مش بيدها، فلو انت صاحبة الدين دي لم تتقي الله فيك وانت لم تتقي الله فيها، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. هتلاقي ان الدنيا باظت، الدنيا مش هتكمل. الموضوع مش بايديكم، والله العظيم مش بايديكم. انت بتعمل معصية تلاقي اللي انت علاقتك مع مراتك زي الفل، ربنا عز وجل يغير قلبها عليك بسبب المعصية اللي انت عصيت بيها ربنا. فانت عشان تصل لحب زوجتك وهي تصل لحبك، هي عن طريق ربنا عز وجل، ومفيش طريقه ثانيه، والله مفيش طريقه ثانيه. فانت لما تعرف ده تتلوم نفسك، انا ازاي حب اثر على البتاع ده لدرجه ان في ناس ما بتصليش، لدرجه ان في ناس خلاص كلها موسيقى وافلام وبحاول انسى ويروح يشرب ومش عارف ايه. تاني حاجه تعرف اللي هو ده ممكن كان يبقى اشر شيء يحصل لك في حياتك، اشر شيء حرفيا. تتزوج وتنول اللي انت عايزه باي طريقه، ويبقى اسوأ حاجه. شوف البنت اللي انا لسه بقول عليها تغير قلبها بتقول لك انا مش عارف ارجع زي الاول. تخيل ان انت تتزوج والحب اللي كان في قلبك يزول، او الحب اللي كان في قلبها يزول، او يتحول لبغض، او ترى منها بعد الزواج امور، او هي ترى منك امور تبغضها، او هي تتغير في حاجات كتيره جدا، او تتزوج ويجي لها سرطان، او تتزوج ويجي لك سرطان، او تتزوج ويحصل حادثه تعيش مشلوله. انت الانسان بيفكر في نطاق تحت رجليه. طب انت ربنا عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فربنا يعلم ان الخير ليك انك لا تتزوجها دلوقتي، انك تتزوج حد تاني، انك ما تتزوجش خالص. فكر بده. انت لو عارف اللي فيه مخابرات، والمخابرات دي عندها رادار وعندها عملاء في كل حتة، يعني تشوف ربنا عز وجل يقول ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. تلاقي واحد بيحبه ربنا عز وجل بيغفر لك وبيسترك وبيحفظك على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. ربنا عز وجل لغاية دلوقتي لم يعاقبك، ومعاك غفور رحيم مع ظلمك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة العزيز الغفار. سبحان الله، يعني نسيت الآية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت سبحان الله ربنا عز وجل يحيطك من كل مكان، والله عز وجل يقدر لك المقادير ويقدر لك فيها الخير، وانت بعد كده سبحان الله تصر على شيء ربنا عز وجل منعه عنك. فساعات تيجي لك تلاقي نفسك ولبست طول حياتك وتدمرت وتلاقي وقصة. فانت تاني شيء تعلم اللي ده ممكن اصلا ما كانش يبقى خير ليك خالص بأي حال من الأحوال. ثالث شيء انك لازم عشان تنسى القصص دي
لازم تقفل كل باب كان مفتوح، عندك ايميلات امسحها، رسائل امسحها، رقم تليفونها امسحه، عندك كلمه كانت كاتباها لك امسحها، اعمل لها بلوك على الواتساب او شيل الرقم خالص، شيل الرقم خالص وشيل. هتقول لي يا باشمهندس انا في 100,000 رساله، امسحهم. اي حاجه عايز تنساها لازم تمسح كل حاجه بتفكرك بيها، حرفيا حرفيا امسح كل حاجه، كل حاجه. واعرف انك هتتعب شويه وهتستريح بعد كده طول حياتك، تتعب شويه وهتستريح بعد كده طول حياتك. فانت اقطع كل شيء، تمام؟ اي حاجه بتفكرك بيها اقطعها. رابع حاجه انك تستبدل بقى، انك انت تزوج. ابحث عن واحده تروح وتشوفها رؤيه شرعيه وتعجبك شكلها وتتكلم معاها تعجبك وتتزوجها. امشي في الزواج، لا يفل الحديد الا الحديد. ده مش معناه اللي انا بقول لك تبقى انت غرقان في العشق المحرم وتروح تتزوج بنات الناس تبهدلها، لا، ولكن انا بقول لك اللي انت تروح تشوف واحده وشكلها يعجبك وتتزوجها. فاهم؟ اشغل نفسك، عندك الصلوات، اكثر الدعاء اكثر الدعاء اكثر الدعاء اللي انت ربنا عز وجل يا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تجعل قلبي لاحد غيرك، اللهم اكثر، تمام؟ اللهم اصرفني عن كل ما يغضبك. حاجات كتير، الدعاء في القصه دي كتير جدا، تمام؟ فاكثر الدعاء، اقعد ادعي ربنا وتذلل له، ويعني اقول لربنا انا مش قادر ومش عارف ومش صابر. ادعي ربنا عز وجل اللي هو يبدلك خيرا مما فقط، يبدلك زوجه صالحه، يبدلك واحده تبقى ليك كل حاجه. انت عارف الحديث بتاع اللي هو ام زرع وابي زرع، تمام؟ ولما هي بقى تزوجت واحد وبعد كده تزوجت واحد تاني واكرمها كل الكرم ومش عارف ايه، انت يعني المعادله عند ربنا عز وجل مش زي عندك. فانت ادعي ربنا عز وجل اللي هو يكرمك بما عنده، تمام؟ يبقى انا قلت لك شويه حاجات كتير. واخر حاجه الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه مهمه جدا. و اطلب علم شرعي، اطلب علم شرعي، اتفرج على سلسله الداء والدواء، واعرف اللي انت فيه ناس كتير، وانا ناس على يدي سبحان الله والله كانوا غرقانين، مش عشان انا عملت لهم حاجه، بس انا قصدي انا شفتهم قدامي، عاينتهم، ودلوقتي اللهم بارك بيتزوجوا بيظبطوا الشرط عشان يتجوزوا، وربنا عز وجل خلى من قلبهم كل حاجه كانت قبل كده موجوده. واعرف ان حياتك لازم تستمر بقى، مش هنقعد نتكلم في الحب والقرف والبتاع. انت وظيفتك اكبر من كده بكتير، وظيفتك اكبر من كده بكتير. وظيفتك انك الله عز وجل جعلك في هذا الارض تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر على ما اصابك وتستوصي بالخير وتستوصي بالصبر. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بس كانوا رجالة، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فاهم؟ عايزين ناس تقتدي بسيدنا يوسف. سيدنا يوسف تخيل يعني امرأة العزيز وجميلة وكل حاجة مهيئة، وفي بلد مش بلدي وناس ما تعرفنيش. فاهم؟ لا يعني لا، لم يخون من احسن اليه عزيز مصر. فاهم؟ فانه ربي احسن مثواي. فانت وظيفتك اكبر من كده بكتير، بس هم حصروك في حته قالوا يعني امراه غنيه وكأس يفعلون في امه الاسلام ما لا يفعله بسيف. فما تبقاش انت من دولت. انا طبعا انا بقول الكلام ده، الكلام اللي انا دايما بقوله في اي فيديو انا بخاطب بيه نفسي قبل ما بخاطبك، لان انا زيك ماشي حفر في الطريق وبحاول ما اقعش، وخاصه في زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، سنوات خداعات. فالله المستعان، ربنا ييسر لك امرك ويبارك فيك ويسعدك وينفع بنا وبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.